السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بادئين مع بعض النهارده اليوم من اوله، واليوم فيه تفاصيل كتيرة جدا ان شاء الله. هنشوف مع بعض كل حاجة كده، ويلا بقى كده انزلوا بسرعة اشتركوا في قناتي لو اول مرة بتشوفوني، ولايكات كتيرة جدا جدا على الفيديو ده. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، بشكركم جدا جدا على كومنتاتكم اللي زي القمر، وكمان على دعمكم ليا. ربنا يا رب كده يساعدكم جميعا، اللهم امين. بصوا بقى كده، بدأنا اليوم من اول الفطار، هنروح نجيب حاجات بقى كتيرة كده، وهنعمل حاجات كتيرة. مش عايزة احرق لكم الفيديو، بس بصراحة انا رحت بقى كده الشقة، يعني لقيت حمادة فطر هو والعمال اللي كانوا موجودين، فانا بقى جعانه، فطلب لي بصراحه كده طلب فول، وقعدت بقى كده في البلكونه افطر. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه. لا بصراحه يا جماعه، الفطار في البلكونه حاجه تانية خالص. خلاص بقى فطرنا كده والحمد لله. المهم، تعالوا بقى ننزل مع بعض كده نجيب باب للشقة. احنا بصراحة ما كناش هنغير الباب، ولكن انا حسيت بقى يعني لا، الباب عايز يتغير بصراحة كده. كل ما تظبطي حاجة في الشقة وتجددي حاجة في الشقة، فتحسي ان ده مش هيليق مع ده، ده مش هيليق مع ده. فالمهم قلنا ننزل نشتري باب، وبصراحة كده انا نازلة على اساس ان الباب يعني من 5 ل6، اخره 7000 جنيه. ولكن طبعا انا اتفاجئت. تعالوا بس كده افرجكم الاول على البيبان اللي كانت موجودة في المكان. ما شاء الله، البيبان اشكال والوان، يعني تروحي هناك كده تحتاري من كتر الجمال والحلاوه والفخامه بتاعت الحاجه. بصراحه يعني بصي، كل ما تشوفي حاجه تحتاري تغيري وتجيبي، لا انا عايزه اغير الشكل، لا انا عايزه اغير اللون. فبصراحه كل هناك كل الاذواق وكل الفئات، وكمان الاسعار بتبدا هناك من 5500 جنيه، اللي هو الباب الصيني اللي هو اللي لونه بني ساده خالص تمام كده. طبعا لحد يعني 15 و18 الف جنيه كمان. يعني في باب عجبني شكله حلو قوي، كان لونه اسود كده عامل زي الازاز، وكان الشغل بتاعه كده نظام خشب كده، يعني ممكن يظهر في الفيديو دلوقتي. سألت عليه قال لي ان ده عامل 15 الف جنيه. فاللي هو ايوه هو ده يا جماعه، ده عامل 15. اللي هو ليه يعني مش عارفة، ولكن هي الأسعار كده. طبعا احنا كنا عايزين باب معين، بار خارجي، اسمه بار خارجي وبيفتح شمال مش يمين. فطبعا الحاجات دي كانت محدودة، يعني في بيبان تانية كانت بتعجبني، ولكن مش نفس المواصفات اللي احنا عايزينها. فأحيانا بقى كده المواصفات هي اللي بتحكم عليكي، يكون قدامك كام حاجة معينة وانتي تختاري منهم. دي بقى بيبان اوض، شايفين شكلها حلو ازاي؟ ما شاء الله. هناك بقى بيبان خشب سادة، بيبان خشب يعني جاهزة على التركيب، كل حاجة موجودة هناك. انا سبت لكم رقم التليفون عشان لو حد حابب يعني حاجة يتصل بهم ويتواصل معاهم. وهناك بصراحة ناس كويسين جدا ومعاملتهم كويسة جدا جدا. يعني لو حابين تروحوا تاخدوا من عندهم حاجة، عندهم كمان البيبان اللي هي الجرار، عندهم كمان أوشاش للبيبان. يعني لو عندك بيبان قديمة وحابة تغيريها وتجددي في شكلها والكلام ده، في هناك وش كده تروح تشتريه وتركبيه وتدهني عليه الباب، وفي أوشاش مدهونة. يعني بصراحة تجددي الباب بتاعك بحوالي 500 450، تجددي الباب وتحسي ان انت لسه شارياه. ده بقى الباب اللي انا اخترته ونقيته وعجبني جدا وخدناه. وده كان سعره يا جماعه، اقول لكم حذروا فزروا انتوا كده في الكومنتات. واللي عايز السعر وانا اقول لكم، بس بلاش يعني، عشان يعني بلاش نخضكم. المهم اخترت الباب ده عجبني. انا بحب الالوان، يعني انا مش بحب الالوان البني سبحان الله. يعني حتى باب الشقه هو باب شقه، يعني المفروض ان هو يكون لونه بني لونه اسود، الحاجات اللي هي الغامقه دي، ده المعتاد عليه. ولكن انا بصراحه ما حبيتش ادخل اي حاجه عندي في الشقه اللون البني اللي هو الساده ده. تمام، تحسوا ان انا عندي عقده منه كده من ساعه اوضه النوم اللي انا كنت متجوزه بيها، مش عارفه ليه. خلاص دي قفلتني من كل البنيات اللي في الدنيا. اي نعم البنيات بتختلف والشغل بيختلف، ولكن خلاص بقى انا خدت خدت موقف كده من اللون. تعالوا هنا بقى كده، وصلنا الشقه الحمد لله. ولو وصل لحد هنا من الفيديو قولوا لي ان انتوا وصلتوا لحد هنا، وانزلوا بسرعه كده صلوا على النبي في كومنت كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى جبنا النجار الله يبارك له. يعني بصوا النجار ده كويس جدا، وانسان محترم كده وبيراعي ربنا في شغله. حتى والله راح معانا واحنا بننقي الباب علشان يجيب المواصفات اللي هو عايزها. زي ما قلت لكم احنا كنا محتاجين باب بار خارجي، باب بيفتح شمال. فبصراحه واجب معانا، وكمان بقى بيتكلم مع الناس ويفاصل معانا في السعر وكل حاجه. فطبعا كتر خيره، مش اي حد بيعمل كده. شلنا بقى الباب القديم، وطبعا انا ما كنتش عايزه اركب الباب دوت غير بعد النقاشه.
بس طبعا اللي انا اكتشفته قالوا لي ما ينفعش. طبعا انت لازم هتركبي الباب علشان النقاشه، ويظبطوا حوالين الباب والنقاشه كلها تبقى حته واحده كده، ما ينفعش بعد كده تركبي هتبوظي اللي انت عملتيه. طب يا جماعه ما هو هيتبهدل من البويه والحاجات دي. قالوا لي لا ما تقلقيش، احنا هنجيب اللي هو الستريتش رول دوت وهنلفه ومفيش اي نقطه بويه هتيجي عليه خالص. قلت لهم خلاص تمام توكلوا على الله. طبعا هم فاهمين في شغلهم اكتر مني. وهنا بقى كانوا بيركبوا الباب، وبصراحة انا كنت معترضة جدا جدا على ان انا اجيب باب. يعني بصراحة كنت حاسة ان في اولويات حاجة تانية ابدأ من موضوع الباب ده اجيبها دلوقتي، يعني فاهمين قصدي. وكنت اصلا مقررة ان يا جماعة بعد ما اقعد ان شاء الله واستقر كده والدنيا تتظبط كده والدنيا تمشي شوية ابقى اغير باب. هو حاجة مش اساسية بالنسبة لي، يعني انا الاساسي بالنسبة لي الشقة، داخل الشقة من جوه، المطبخ، الحمام، السباكة، البيبان، النجارة اللي جوه بتاعت الاوض. دي الحاجات اللي كانت مهمة بالنسبة لي. اما باب الشقة بالنسبة لي انا شايفة ان هو شيء عادي، انا كده كده في باب بيقفل على الشقة وساتر وخلاص يعني. لكن جوزي طبعا كان ليه رأي تاني غير كده، قال لي لا انا عندي الباب اهم من اي حاجة تانية جوه الشقة، مش فاهمة ليه يعني. الباب عنوان الشقة، الباب المصفح حلو، ما تحتاجيش بقى ان انت تكوني عاملة باب حديد، لاني الشقة كان عليها باب حديد قبل كده وانا طبعا شلته وشلت الباب وهكتفي بس بالباب المصفح. يعني مش مشكلة، الدنيا امان وما شاء الله يعني. المكان كويس، مش محتاجين يعني بيبان حديد، فاهميني. فقال لي لا احنا نبيع باب الشقة ونبيع الباب الحديد ونكمل عليهم ونجيب باب مصفح افضل. فطبعا هو عشان كان سعره اوفر يعني بالنسبة لي، فقلت يعني يلا بقى مش مشكلة اهو جه وخلاص ونصيبه. ماشي حاضر. اه وسيلة لازم تيجي تحكي لي تفاصيل الكرتون. اي نعم انا مش عارفة انا مالي بيها، بس يلا مش مشكلة. هنا بقى ايه خلاص هم اتقربوا الحمد لله ان هم يركبوه. شالوا الحلق اللي هو التاني وبدأوا يركبوا. على قد اعتراضي، على قد ما انا ما كنتش عايزة اعمله بصراحة، ويعني بصوا لحد كل ما نتكلم بعد ما تركب اقول لجوزي هو ما كانش ليه لازمه. والله الباب ده ما كانش ليه لازمه دلوقتي، الفلوس اللي جبنا بيها الباب كنا عملنا بيها حاجه تانية. ولكن للامانه لما تركب حبيت، انا حبيت شكله بقى حلو جدا ما شاء الله. ادى فعلا شكل حلو للمكان. بصوا كلها كماليات بتكمل بعض بجد. كل ما بتعملي حاجه بتكمل اللي قبليها، كل ما بتبداي في حاجه فبتكمل اللي قبليها. فسبحان الله يا ربي، في حاجات مش محسوب لها ما كنتش في دماغي ان انا هعملها. والله العظيم الشقه كلها ما كانش في دماغي ان انا هعمل فيها غير ان انا هديها وش نظافه كده، واجيب الاوشاش اللي هي للبيبان دي اجدد شكلها وخلاص، واقعد فيها على كده لحد ما قدام ان شاء الله اظبط اموري واظبط فيها حاجه حاجه. ولكن لقيت حاجه بتفتح على حاجه بتفتح على حاجه والحمد لله. طبعا دي بقى الغرفة اللي أنا عملتها لياسين، اللي كانت عبارة عن طرقة وكانت عبارة عن المطبخ القديم. ده بعد ما اتقفلت شايفين ما شاء الله شكلها بقى حلو ازاي. وبدأوا يعني واخدة بس وش معجون، ولسه طبعا مكملين البياض بتاعها وبنكمل فيها. طبعا بدأنا شغل النقاش كمان بالمرة. أنا خدت لكم مقتطفات كده من كذا حاجة كنا بنعملها. حمادة جوزي تعب جدا في الموضوع بصراحة، يعني كان أي حد بيجي يشتغل صنايعي هو كان بيشتغل معاه ايده بايده، ربنا يا رب كده يديله الصحة. كان هو بقى بصوا شغال النقاش، بينزله البوهية القديمة، بينزله الزوايد، بينزله الحاجات دي. والنقاش ما شاء الله ربنا يديله الصحة شغال زي ما انتم شايفين كده. وكل واحد شغال في حتة علشان نخلص بقى، لاني المفروض ان انا عايزة انقل قبل الشهر، يعني قبل الشهر 12 ما يهل اخر 11. يعني المفروض اسيب الشقة اللي انا فيها 29/11 مثلا، 1/12 بقى المفروض اكون ان شاء الله نقلت واستقريت في الشقة بتاعتي، فاهميني. فتحسوا ان احنا عندنا وقت معين علشان ما ادفعش ايجار تاني بصراحه. يعني انا قلت بقى خلاص كفايه قوي كده، ما اقعدش ادفع ايجار. فعلشان كده كنت عايزه اسيب الشقه قبل بدايه شهر 12، فاهميني. فعشان كده تحسوا ان كل واحد شغال في حاجه. عايزه اقول لكم ان كان بيجي عليا يوم الاقي الشقه فيها كميه ناس اقسم بالله صنايعيه، اللي شغال في باب واللي شغال مثلا بينقل لي مش عارفه ايه واللي بيعمل مش عارفه ايه، لا معاناه. وشركه الغاز وعارفين انتوا كنت بخرج اقول يا نهار ابيض يا جماعه ده كلها تجديدات. عارفين انا بجدد، انا بظبط شويه حاجات، مش بعمل بيت من جديد. والله يعني كل ما حد يجي يشتغل اقول لهم لما هي بس شويه ايه بيقولوا عليها مرمات واخدت كل الوقت ده. امال لو بعمل مثلا لو الشقه على الطوب الاحمر يقولوا لي والله ان الشقه لو كانت على الطوب الاحمر مش هتاخد منك مجهود زي كده ومصاريف زي كده
وشغل زي كده وايام زي كده. الشقه على الطوب الاحمر ما بتاخدش وقت وتشطيبها، يلا هو كده على طول. لكن مثلا انت بتعملي الكهرباء داخله على بعض، فاللي بيجي يعمل كهرباء تانية على ما يتشيل الكهرباء القديمه ويعمل كهرباء جديده. فالموضوع بصراحه لا، اخد كتير ومصاريف كتير ومجهود كتير علينا احنا وعلى الناس اللي كانت بتشتغل. يقولك الحاجات الصغيره والتفاصيل البسيطه دي بتتعبنا وبتاخد معانا وقت ومجهود اكتر من الحاجات نفسها. هنا بقى ياسين واقف في الاوضه وعمال يهندس علينا. دي اوضتي يا جماعه، عايزه احلى اوضه في الشقه. بصراحه هو فرحان بيها جدا جدا جدا. في الاول ما كانش مقتنع وعمال يقول لي ايه ده يا ماما، انت هتنيميني في المطبخ؟ قلت له طب اصبر بس كده عليا، انت هتاخدي لي حته من هنا وحته من هنا. لما شافها قلت له ايه رايك مطبخ دي بقى؟ قال لي لا يا ماما دي جميله. قلت له طيب ولسه لما تتفرش ان شاء الله، ولما البوهيه الاخيره مع الكهرباء مع الحاجات الامارات دي هتبقى جميله جدا. على فكره هي باينه في الفيديو ان هي مساحتها صغيره، لكن هي مساحتها حلوه ما شاء الله. يعني هي 3.5 في 3.5، حلوه جدا بالنسبه ان هو طفل واحد ما شاء الله. وتبقى غرفه ليه، هتشيل سرير وهتشيل دولاب وتشيل مكتب كمان وهتشيل سجاده ومروحه. يعني غرفه مش مجرد ان هي مطبخ وطرقه زي ما هو بيقول لي انت هتنيميني فيهم. لا بالعكس، بدأنا الحمد لله بقى كده نبدأ في النقاشه دي. مش النقاشه الاساسيه، هم بيدوا وش كده وبعد كده بيمعجنوا عليه، ده اللي انا فهمته منهم. فالحمد لله كده بدأنا هو ان الشقه يبان بقى نظافتها. يعني اللي فات ده كله تكسير، مش عارفه ايه. فالوش بتاع النقاشه بجد حرفيا هو اللي هيبدأ يبين بقى شكل الشقه ويبين حلاوتها. طبعا البيبان بتاعت الغرف دي انا مش هغيرها، لان طبعا يعني الباب بيبدأ من 1500 جنيه. انا سألت عليه فحسيت ان لا ملوش لازمه. البيبان دي خشبها حلو جدا، اي نعم هي قديمه وستايلها قديم بس فعلا خشبها حلو. فانا هجيب لها الاوشاش اللي انا قلت لكم عليها دي وهحطها وادهنها كده، بجد هتتجدد وهتبقى تحفه جدا. ان شاء الله هبقى انزل لكم الفيديو واصوره معاكم عشان لو حد حابب برضو يجدد في البيبان بتاعته. انا بنزل الفيديوهات، الهدف منها بحب اشارككم كل التفاصيل، ويعني بناخد افكار من بعض. يمكن حد يكون بيوضب او بيجدد او بيعمل حاجه ياخد من عندي فكره، زي برضو ما انا باخد افكار من عند ناس، وكلنا طبعا بنكمل بعض. الدعوه بقى اللي انا عايزاها منكم بالله عليكم ان كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي لي كده بتيسير الامور وانصلاح الحال، وان ربنا يكملها لي على خير ويجعلها قدم الخير والسعد والهنا عليا وعلى ولادي. ويا رب يا رب كده ييسر امورنا ويسد علينا ويصلح حالنا جميعا. وكل حد دعا لي دعوه ربنا يا رب كده ليه بالمثل اضعاف مضاعفه يبارك لكم ويردها لكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى البيبان عامله ازاي. طبعا المطبخ هنا بصوا جبت برضو الممحرات يمحر الحته دي، كانت لسه طوب وبس.